السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ في اخر الحلقه اللي فاتت قلت اتكلم معاكم الحلقه الجايه عن انك تخلي ازاي البنت تحبك. هو ده هدف الحلقه دي. نتكلم بعلم النفس، ازاي تخلي البنت بتحبها تحبك. هنتناول مجموعه نظريات، مش كل نظريه تنفع مع فلانه، في فلانه تنفع نظريه، فلانه تانية تنفع نظريه تانية خالص. نبتدي. اول نظريه بتقول ايه؟ احنا دايما بنروح للناس اللي شبهنا. الطيور على اشكالها تقع. البنت عادة تحب تلاقي اللي زيها، لكن اي بنت لا، مش اي بنت. عادة البنت بيكون لها اهتمامات غريبة. البنت المثقفة ما ممكن ما تكون البنت مثقفة زيادة عن اللزوم او لها اهتمامات غريبة، بتكون ممكن تحس بالوحدة، مش لاقي حد شبهها. الاحساس بالوحدة ده بيدفعها ما تلاقي واحد شبهها ان هي تندفع ناحيته وتتكلم معاه وتنجذب ليه. اللي فيكم شاف فيلم واحد من الناس، كريم عبد العزيز عامل في بنت عزت الضعاف، جاب لها قصه هي بتقراها، فلما شافت ان هي بيقرا نفس القصه اللي بيقراها انجذبت له جامد. برضه الحركه اتعملت في فيلم اكس لارج مع احمد حلمي ودنيا سمير غانم. يبقى كان صاحبته قالت له شوف هي بتحب ايه، وقعد يقرا المقالات بتاعتي، قعد يكررها قدامها عشان تنجذب ليه. يبقى انت تحاول تكون شبه البنت اللي انت بتحبها، خاصه اذا كنت مثقفه او اهتماماتك غريبه. دي نقطة مهمة جدا. غير كده برضو انك تقلد لغة الجسم بتاعتها. يعني ايه؟ بيقول لك لو انت عايز تتقرب من حد، حاول تقلد البادي لانجوج بتاعته. يعني بيحط ايده في جيبه، حاول تحط ايدك في جيبك، مش يحس ان انت بتتريق عليه، لا يحس ان انت شبهه، فساعتها ينجذب ليك، بيكسر الحواجز بينك وبينه. يبقى الاهتمامات المشتركة. النقطة التانية انك تقلد لغة الجسد، وما يحسش ان انت بتقلده، يحس ان دي طبيعة فيك. النقطة اللي بعديها النظرية التانية بتقول ايه؟ الأقطاب المتضادة تتجاذب، يعني عكس النظرية الأولانية تماما. دي النظرية التانية. بيقول لك إن الواحد بينجذب للي بيختلف ليه، هي فعليا التصحيح بتاعها إحنا بننجذب للي بيكملونا، اللي بيديني حاجة، بلاقي في حاجة نفسي تكون فيا. يعني عادة البنت الضعيفة تنجذب للرجل القوي. البنت اللي مستوى التعليم بتاعها مش كبير تنجذب جدا للتعلم المثقف، بيعوضها من اخر نقص جواها. هي دي الفكره. النظريه الثالثه بقى بتتكلم عن نموذج الاب. بيقول لك لو انت عايز بنت تحبك تهتم بيك، ركز على نموذج ابوها، حاول تعرف هي اتربت ازاي، ابوها كان عامل ازاي. سواء ابوها كان حنين او شخصيه قاسيه. لو الاب بتاعها حنين، هي تكون وبتحبه وتكون عايزه تشوف واحد تلاقي فيه حنيه ابوها، تلاقي فيه اللي هي دايما نفسها ابوها كان يعمله معاها، تلاقيه في جوزها. فحاول تعمل كده. طب افرض عرفت ان هي اصلا يعني بتكره ابوها، ابوها كان شخصيه قاسيه متسلطه وكده، فهتميل للنقيض ليه تماما. انا عايزه واحد حنين. فانت لازم تركز على النقطه دي. تشوف بوستات على الفيسبوك بتتكلم ازاي عن الاب، لو جت سيره كده تحاول تعرف من اي حد يعرفها كانت علاقتها ازاي بابوها. لو بتحبه حاول تبقى تعرف ازاي كان ابوه وتعمل زيه. طب لو بتكرهه حاول تبقى عكسه. النقطة اللي بعديها مراعاة الحاجات النفسية للبنت. أي بنت بيكون لها 3 حاجات نفسية أساسية. إيه هما؟ قلتها من كام حلقة. المنظرة أو الحاجة للتباهي، إن هي تكون في وسط الشلة بتاعتها أحسن واحدة فيهم، هي البرنسس
وتاخد البرنس اللي زيها. دي النقطة الأولى، الحاجة المنظرة التباهي. الحاجة التانية الحاجة للاهتمام. في مقولة عجبتني أوي قريتها مرة، عنوان الرجل الاحترام. الرجل لا يريد يقول يكتبها لافتة عليه كده أريد احترام، والمرأة تكتب عليها لافتة أريد اهتمام. الحاجة التالتة ودي أهمهم، الحاجة للشعور بالأمان. فبكل بساطة كده 3 حاجات نفسية عند البنت، عايز تدخل لها ادخل لها عن طريق الحاجات دي. طب ازاي؟ بتطبيق الذكاء الاجتماعي. اول خطوة من خطوات الألفة تولد المحبة، جملة درستها في علم النفس الاجتماعي وكنت في أولى جامعة. يعني ألفة تولد المحبة، على قد ما تقدر خليك في المجال البصري بتاعها، خليك قدام عينيها، ولو مش تروح تتكلم معاها بس تكون شايفاك. الألفة دي بتعمل إيه؟ الألفة دي بتعمل بكل بساطة كده بتكسر حاجز الرهبة منك، حاجز الخوف، لأن الإنسان عادة دايما بيكون معادي الإيه؟ اللي ما يعرفوش. فيبقى حاجة الشعور بالأمان اتشبعت شوية. دي النقطة الأولى. النقطة اللي بعدها كل ما هو غامض مثير. يعني إيه؟ أنا كده بناقض الألفة؟ لأ. أنا قصدي أقول لك إن أنت دايما اتقن فن المسافة. ما تقربش قوي وما تبعدش قوي. لانك ما انت بتكون واخد مسافه بيكون فيه هاله حواليك كده من الغموض. اعمل نظريه الحاج متولي كان بيقول لابنه ايه؟ احنا يا ابني بنشتري ما نبيعش، فعلى قد ما تقدر حاول تاخد منها كلام واديها كلام محدود عنك. حاول تكون شخصيه غامضه، ما تقولهاش انا اتربيت ازاي، ما تقولهاش إيه ظروفي، ما تحاولش تبين اي حاجه زياده عن اللزوم عنك، ادي معلومات ايه؟ بقدر قليل. كل ما تعمل تتقن الحته دي اللي انت تكون غامض، ما تديش معلومات عنك كتير، كل ما بتولد عندك كاريزما. الغموض بيولد كاريزما عند الانسان، بيخليه شخصيه كاريزميه كده، الناس عايزه تعرفه فبيقربوا منه. فانت ساعتها ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيها بتيجي ناحيتك عايزه تستكشفك. الفضول سمة عند البنات، يعني يمكن حاجه نفسيه ما قلتهاش، سمة عند الذكور برضه. فايه، حاول تتقن فن المسافه. طب افتكر كلمه حاج متولي قالها لابنه، قال له ايه؟ احنا بنشتري ما نبيعش. يعني حاول على قد ما تقدر تاخد منها وما تديش كلام كتير عنك، ما تديش معلومات كتير عنك. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه السمعه الطيبه، او قريتها في موقع هل تعلم مره، نظريه النقاط. ودي بقى بتخدم الشعور بالتباهي. نعرفها منين؟ في فيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل، قبل ما آثار الحكيم تروح لأحمد زكي، سمعت عنه في المحاضرة، سمعت عنه في المكتبة، سمعت عنه هنا. كان مكون عن نفسه سمعة إن هو طالب مجتهد، وكان بيلبس شيك، وإن أنا قريب واحد مستشار. فإيه اللي بيحصل؟ الحاجة بقى للشعور بالتباهي بتتخدم عندها. وقلت برضو في الأول خالص في حلقة ليه بنحب، إن الواحدة بتروح للواحد اللي بتحس هتجيب منه يعني اجيال متطوره عنهم هما الاثنين، اجيال اذكى، اجيال اجمل، اجيال اشيك. فدايما النقطه دي مهمه جدا. كون نقاط: انا الاغنى، انا الاذكى، انا الاجمل، انا الاشيك. مش قدامها بس، قدام اللي حواليها، لان الكلام هي تسمعه من هنا ومن هنا ومن هنا وهنا. فما تلاقيك رايح ناحيتها ما هتصدق تلبس فيك. ليه؟ عشان تتباهى بيك في الوسط اللي هي فيه، اللي هو بيتكلم عنك كويس، فبيخدم الحاجة النفسية للتباهي، للمنظرة بالبلدي. النقطة اللي بعديها بقى إن هي تلاقيك دايما إيه؟ بتمدحها، بتهتم بيها. في الفيلم بتاع زكي شان كانت لبست فستان ياسمين عبد العزيز، فكانت فاكرة هي تلفت انتباهها بيه كرارة. فكانتش ايه، هي كانتش بتميل لاحمد حلمي، لكن ابتديت تميل له امتى قوي؟ اما قال لها حلوه الفستان اللي انت لابساه، اول مره اشوفك بفستان. ابتدت ساعتها ايه؟ شراره الحب تتولد ناحيته. يبقى المديح، الاهتمام، حاجه للاهتمام والحاجه للمديح بتتشبع ساعتها هنا. انك تقف معاها في وقت الشده. قريتها مره في كتاب علم النفس الاجتماعي ان الناس ممكن يتعرفوا على، يلاقي حد، تلاقي نفسك بتكلم حد اثناء فتره امتحانات، الحد ده ما كنتش متكلمه قبل كده اصلا. اوقات التوتر، اوقات الشده. في فيلم اسمه المركب
كانت يسرى اللوزي هي وامير رامز امير على طرفي نقيض. ايه اللي قربهم من بعض؟ الشده اللي حصلت لهم ساعه ما كانوا في المركب مع بعض، ان هم كانوا تايهين في البحر. دي نقطه. النقطه الثانيه في فيلم نعتذر عن هذا الخطا، بوزي راحت لسعيد صالح في الاخر لان هي حسسها بالامان اللي ما حسيتوش مع فاروق فيشاوي. فدي النقطه المهمه جدا. اما تشوفها في ازمه او موقف شده حاول تكون جنبها، حاول انت تساعدها، حاول تدعمها ماديا. انا متفهمك، انا زعلان عشانك، انا يعني متضايق من اللي حصل لك. حاول تساعدها. دايما بيقول لك البنت ما تنساش الراجل اللي يقف جنبها. ليه؟ لانه بيخدم حاجه نفسيه عندها اللي هي الشعور بالامان. دي نقطه مهمه جدا. ايه غير كده برضو من مهارات الذكاء الاجتماعي؟ نقطه مهمه جدا. ايه هي؟ بكل بساطه كده الابتسامه الخفيفه. انا قلت انت لازم يكون فيها حته غموض عندك وتاثير هنا، عشان ايه؟ تبقى في كاريزما، في كاريزما كده بتتولد منك تنجذب ليك وتحاول تستكشفها. لو هي انجذبت ليك واستكشفتك ولقيت وشك مكشر كده هتقرب لك. ده واحد قافل على نفسه مش عايز يتكلم مع حد. طب انت بتتكلم معاك السلام عليكم، اهلا بيك، ابتسامه خفيفه كده. ساعتها انت كده بتديها ايه؟ يعني بتديها مفتاح ليك. دي نقطه مهمه. النقطة اللي بعدها بقى قلتها في حلقة ده حب ولا إعجاب. البنت المعجبة بيك ما تبصش في عينيك، اللي بتحبك تبص في عينيك. ليه؟ وقلت ساعتها التردد، إن أنت مش عايزة تخلي التردد بتاعها مع ترددك. يعني يحصل من الآخر توليف بين تردد روحها وتردد روحك. التردد ده بيحصل عن طريق تبادل نظرات العينين. قريت في مقال في السياسة بوست كام يوم كان بيتكلم عن 50 حكمة أخدنا من صراع العروش. واحد من أبطال المسلسل وشخصيته في المسلسل اسمه رويارو. بيقول ايه؟ بيقول الحب بياتي ما معناه عن طريق تبادل نظرات العين. فحاول دايما ما تتكلم معاها على قد ما تقدر اي كونكشن بينك وبينها. اللي بيحصل ساعتها زي ما بيقولوا كده ايه في بتوع الفيزياء والاتصالات، نوع من التوليف. روحك بتتالف مع روحها عن طريق ايه؟ جهاز الاستقبال الخاص بالروح اللي هو العينين. بيبقى في دراسات اصلا قريتها كتير بيقول لك لو انت بصيت في عين واحد ل 10 ثواني او دقيقه حالته المزاجيه او حال الوعي بتاعه بيتغير ومشاعره بتتغير من ناحيتك. وممكن يحبك، ان هي تلاقي واحد مهتم بيها بتحبه، ان واحد بتحس معاه بالامان بتحبه، ان واحد يمدحها بتحبه. فركزوا في الحته دي قوي، الذكاء الاجتماعي ومراعاه الحاجات النفسيه للبنت. طيب لسه بقى في نظريه تانية دايما بخلي الاخر، بخلي دايما الكلام الغريب للاخر خالص، اللي هي ايه؟ مبنيه على الكيمياء اللي بتحصل في جسم الانسان اما يحب. ايه الكيمياء؟ من الاخر في مراكز في المخ وفي مراكز في الامعاء. المسؤوله عن المراكز دي عن انتاج مواقع العصبيه او الهرمونات، يعني تبسيطا. الهرمونات هي الدوبامين في المخ، السيروتونين، اندروفين. الامعاء بتفرز هرمون السيروتونين. الهرمونات دي مسؤوله عن ايه؟ السيروتونين والدوبامين والاندروفين مسؤوله عن مشاعر السعاده. الانسان لما بيحب بتفرز الهرمونات دي في جسمه، لكن في نفس الوقت الهرمونات دي بتفرز في اوقات تانية. يعني مثلا اقول بقى دلوقتي اما تقابلها على قد ما تقدر حاول تحط برفان جميل. ايه فايده البرفان ده؟ البرفان ده في دراسه قريتها في سياسه بوست بتقول لك، كان دراسه مقال عن الاندروفين، بيقول لك شم الزيوت العطريه بيسبب تولد هرمون الاندروفين في الجسم مسؤول عن الراحه والاسترخاء والمشاعر الايجابيه. فكل ما تشوفك ايه اللي بيحصل؟ بتشم الزيت العطري اللي نابع منك ده، فبتحس براحه واسترخاء. ده هنا بقى اسمها اشتراط، دي اسمها نظريه اشتراط الكلاسيكي البافلوف. الواحد لما ايه بيشوف واحد دايما ريحته جميله، يعني مثلا هي بتشوفك كل ما تشوفك تشم ريحه جميله بتحس براحه نفسيه. فاول ما تشوفك بعد كده حتى ما شمتش الريحه تلاقي نفسها مرتاحه ليك. دي نقطه.
النقطة التانية، على قد ما تقدر خلي معاك حتة شوكولاتة سوداء. الشوكولاتة السوداء تؤدي إلى إفراز هرمون الإندروفين زي الزيوت العطرية. بيعمل إيه هرمون الإندروفين ده؟ لسه قايل من شوية، بيخلي الإنسان يحس بالراحة. غير كده برضو يعني حاول لو أنت تقابلها كده تسلم عليها وتقول لها معايا حتة معايا شوكولاتين، ممكن تاخدي واحدة هدية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا. دي نقطة. تاكل شوكولاتة سودا، كل ما تشوفك تحاول تقول له انا معايا شوكولاتة تاني ممكن تاخديها، بيتولد ساعتها في جسمها ايه؟ هرمون الاندروفين. سواء سمة زيت عطر برفان جميل منك او اكلت منك حتة شوكولاتة، يتولد هرمون الاندروفين ترتاح لك. تعمل ايه؟ بعد ما تشوفك كده يكون قلبها منشرح ناحيتك. النقطة اللي بعدها انك تحاول تعزمها على جانك فود. البيتزا بالذات، الشاورما. البيتزا فيها الحاجات الجانك فود زي البيتزا والشاورما والحاجات دي بتحتوي على التريبتوفان. دكتور كريم علي قال عليه فكر تاني. التريبتوفان ده بيعمل ايه؟ بيؤدي لافراز هرمون السيروتونين اللي بيفرز في المخ او الامعاء. بيعمل ايه هرمون السيروتونين ده؟ بيخلي بكل بساطة كده الإنسان سعيد ومنشرح مبسوط. فكل ما تشوفك حاول تكون معاك بيتزا بقى، تحاول تعزمها على بيتزا. حتى انت كده بتطبق المثل الانجليزي اللي كان مكتوب في قصة اسمها جانب النجوم بتاعت رفعت اسماعيل. كان بيقول ايه المثل الانجليزي؟ يقول find them get them feed them اطعمهم او دعهن للعشاء. تالت حاجة love them حبهم. النقطة الأخيرة مش هقولها في المثل، النهار جانب النجوم هيفهمني. كانت حلقة رعب جميلة أوي. ورفعت اسماعيل في الآخر وطلع أشر واحد في الحاضرين. المهم إن إيه؟ إحنا اتكلمنا في عجالة عن بعض نظريات التجاذب بين الولد والبنت. إنك إزاي تخلي بنت بتحبها تحبك. اتكلمنا عن نظرية التشابه، واتكلمنا عن الاختلاف، واتكلمنا عن نموذج الأب، واتكلمنا عن الحاجات النفسية وازاي توظف ذكائك الاجتماعي ان انت تخدم حاجات نفسية عند البنت. واخيرا اتكلمنا عن الاشتراط الكلاسيكي وكيمياء الحب. ابتداء من الحلقة الجاية كم حلقة كده ان شاء الله عن ازاي تتغلب على ألم نفسي حاصل لك جامد، حالة اكتئاب بتمر بيها نتيجة انفصال عن إنسانة بتحبها أو رفض ناحيتك. عن إذنكم.